الطبيعية ورئيس نادي المخاطر الكبرى، بعد أن استمعنا إلى شاهد العيان الذي تحدث عن قبل أن تكون يعني الحفرة والانهيار كانت عبارة عن بركة مائية، وبعدها تم الانهيار. سنعود إليه بعد لحظات. الحمد لله لم تكن هناك خسائر بشرية، كانت هناك فقط جرحى. تم إجلاء كل جرحى إلى المستشفيات. الجرحى متواجدون على مستوى المستشفى إذن بن عكنون. إذا نذكر أن حركة السير مقطوعة تماما على مستوى الطريق بن عكنون وزرالدا. الحديث أيضا عن انشقاقات واحتمالية حدوث انهيار أيضا للأجزاء المتواجدة القريبة من الحفرة. طيب، الحصيلة النهائية التي بحوزتنا بحسب مصالح الحماية المدنية، الحصيلة النهائية هي 6 جرحى، 5 رجال وامرأة. الحمد لله كما ذكرنا ليس هناك خسائر بشرية. حسب مصالح الحماية المدنية الحصيلة النهائية هي 6 جرحى، 5 رجال وامرأة واحدة. أيضا نذكر أنه سقوط 5 سيارات في الحفرة، وتم إجلاء كل الجرحى إلى المستشفيات. سيكون معنا النقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام والاتصال لدى مصلحة الحماية المدنية بعد لحظات. لو نعود فقط إلى السيد عبد الكريم الشلغوم للحديث عن أسباب هذا الانهيار الجزئي الذي أرجعه رئيس بلدية بن عكنون إلى تساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة خلال 24 ساعة الأخيرة. وقال أنه ربما انزلاق التربة كان بعد تساقط الأمطار. معنا مباشرة النقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية. أهلا بك معنا سيد نسيم برناوي. أهلا بك سيدتي، مساء الخير. مساء النور. طيب، نتحدث عن الحصيلة النهائية، إن كانت هناك حصيلة نهائية أو مبدئية لهذا الحادث الانهيار الجزئي للطريق بن عكنون زرالدا. تفضل. وليك الفضل. طبعا فيما يخص يعني الحصيلة هي 6 جرحى، 5 رجال وامرأة واحدة. تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، ثم تم تحويلهم إلى مستشفى بن مسوس من أجل يعني فحوصات معمقة. يذكر فقط أنه 5 سيارات سقطت في عمق هذه الحفرة الذي هي بعمق حوالي 4 أمتار، وكذلك بعرض 6 أمتار وطول 4 أمتار، يعني حفرة كبيرة نوعا ما. الحمد لله ما كانش الوفيات، لأنه حتى يعني تقريبا حركة السير كانت قليلة جدا، الساعة 9 و5 دقائق. الحمد لله يعني التوقيت الزمني كان أرحم يعني، وسمح لنا ما نسجلوش ضحايا كبار. طيب، كان هناك حديث عن جرحى في حالة خطيرة. لو نشخص فقط يعني حالات الجرحى. والله يعني تم تحويل الجرحى يعني حتى هناك فحوصات معمقه، لانه حالات الهلع والفزع يعني والردود الاوليه يعني يتم التحكم فيها وتقديم الاسعافات الاوليه، لكن من اجل اطمئنان الجرحى يعني وتقديم لهم يعني اسعافات جد يعني معمقه، يجب تحويلهم الى المستشفى حتى نتفادى المضاعفات التي تكون في المستقبل للجرحى. يعني تم إجلاء كل جرحى المتواجدين على مستوى الحفرة واللي كانوا متواجدين في المركبات، تم إجلاءهم كليا إلى المستشفيات. هم متواجدين بمستشفى بالفعل. بني مسوس ومستشفى بن عكنون. نعم بالفعل طيب. سيدتي، وهذا هذه اجلاء عادي، اجلاء عادي تقوم بالحمايه الاسعافات الاوليه. نعم. يتم يعني اجلاء هذا الجرحى من اجل يعني فحوصات معمقه، لانه الامر يتطلب انه يتم تحويلهم ونقولهم يقوموا بهم هذه الاجراءات الطبيه. طيب، لو نتحدث عن الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار الجزئي ولهذه الحفرة المفاجئة والتي تسببت في هذا الحادث الذي أثار هلعا وسط كل المتواجدين على مستوى الطريق الوطني بن عكنون زرالدا. هناك حديث
الحديث عن انزلاق التربة بعد يوم كامل من تساقط الأمطار. هناك أيضا من نعم. قال أنه هناك أشغال قريبة من هذه الحفرة. هناك أيضا من يقول أنه قبل عام من الآن كانت هناك حادثة مشابهة تماما لمثل هذه الحادثة. طبعا يعني الاسباب الاوليه بطبيعه الحال تعود الى تساقط الغزير الامطار عفوا التي شهدته العاصمه وخاصه الجهه الغربيه من العاصمه طيله تقريبا كل طول النهار واضافه الى امس. اضافه كما ذكرت السنه الماضيه تم تسجيل تقريبا نفس الحادث في هذه المنطقه بانزلاق ارضي تقريبا حوالي كيلومتر ونصف او كيلومترين على مستوى ولاد فايد. سجلنا كذلك انزلاق للتربه على مستوى الحي بسا. يعني تقريبا كلها يعني الاسباب تعود الى تساقط الغزير للامطار، وهذا يعني ربما حادث يعني تقريبا يكون طبيعي من جراء الظروف الطبيعيه. طيب هل هناك خطورة بالنسبة للقاطنين هناك عمارة محاذية للحفرة، هناك خطر ربما على السكان؟ كان هناك حديث عن إجلاء القاطنين بتلك العمارة. هل هناك خطر على السكان القاطنين يعني القراب من الحفرة؟ اذا قررت يعني المصالح المختصه البلديه بالاجلاء، يعني هو اجلاء احترازي بدرجه الاولى، ربما العماره قريبه جدا من هذا الانزلاق، هذا اجراء احترازي بدرجه الاولى حتى تتاكد بالمصالح الخاصه البلديه سي تي سي لانهم هم خبراء في الميدان من عدم وجود اي خطر. يرجعوا السكان الى العماره تاعهم، اذا ما كانش هناك خطر ما يكونش هناك اجلاء داعي لاجلاء هذا السكان. جيد. طيب هناك شلل تام في حركة السير في الطريق الوطني، هو يعني طريق كما نعلم أنه نشط بين بن نعم. عكنون وزيرالدا. طيب هل كيف سيتم التحكم في إعادة النشاط وإعادة الطريق، كيف سيتم التحكم فيها؟ حركة السير جدا مهمة في مثل هذه الظروف، ونظر المصالح الأمنية الشرطة والدار الوطني وكذلك المصالح المختصة سوف تقوم يعني ربما بالتفكير بطريق محادي ريثما يتم إجراء يعني الأشغال المستعجلة، لأنه طريق جد هام جدا يربط يعني الولايات طريق يعني المجاورة. نشط كما نعم، نعلم. حركة السير فيه كثيرة جدا ويشهد حركة ازدحام كبيرة خاصة في الأيام العمل. الحمد لله يعني في نهاية الأسبوع حركة السير كانت ضعيفة، لكن نظر الأشغال راح تكون جد سريعة على مستوى هذه النقطة، لأنه طريق جد هام الرئيسي للعاصمة. نتمنى فقط أن لا تكون سياسة الترقيع، يعني حتى يعني حتى نسرع في إعادة الحركة لهذا الطريق لا الوطني. ما نظنش، نظن راح يكون يعني خبراء في الميدان يدرسوا الحالة هذه الأسباب الأولية، وأني راح يقوموا بالأشغال التي ما تسمحش انه يكون عندنا حادث مشابه حتى ما نتفاداو ان تكون كوارث في الضحايا الوفيات او اصابات بالغه. طيب لاحظنا وجود فقط عناصر الحماية المدنية. طيب هل هناك خبراء متواجدين في عين الحادثة؟ هل هناك خبراء سيقومون بدراسة الحادثة أسبابها؟ يعني التدخل الاولي لعناصر الحمايه المدنيه وهو من اجل يعني الاسعاف ونجاة الضحايا وتامين المكان، اضافه الى تواجد العناصر الامنيه من اجل تطبيق وتامين المكان، ثم يعني يتم يعني موازنه التدخل، يتم بالاتصال بالمصالح المختصه، المصالح البلديه، المصالح الاشغال العموميه ومصالح صنع الغاز وكل المصالح المعنيه في مثل هذه الظروف، انه ربما تكون كاين اشغال، ربما تكون كاين اشياء تحت الارض يعني اسلاك او اشياء مثل في مثل هذا الظروف حتى يتفادى يعني ان تكون هناك مضاعفات من جراء هذا الحدث. لذا الوجوب ان يكون جميع الحضور من مسؤولين في هذا المجال من اجل يعني القيام بالامور اللازمه من اجل العوده الى السير العادي الحياه وحركه المرور العاديه في هذا الطريق. شكرا جزيلا لك النقيب نسيم برناوي مكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، كنت معنا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الصور